أنا جيت اليوم نوجه رسالة لجميع النساء باش يتهلاو في راسهم. أحسن حاجة باش المرأة تهلا في راسها هي ترد البال لصحتها. معكم دكتورة مريم عراقي، اختصاصية في علاج أمراض السرطان، المصحة الدولية رياض الماخي. بمناسبة أكتوبر الوردي جيت اليوم نوجه رسالة للنساء باش نعلموهم كيفاش يديروا الفحص الذاتي للثدي ديالهم. هذا الفحص الذاتي تيكون على الأقل مرة في الشهر، ومن الأحسن بعد نهاية الدورة الشهرية. تيمر هذا الفحص بثلاثة المراحل. المرحلة الأولى هي أن المراقبة طريق المراية. دونك السيدة خصها توقف في وضعية مستقيمة قبالة المراية وتلاحظ واش كاين شي تغيرات في الثدي ديالها، مثلا ظهور نقرة أو ظهور احمرار وحرارة في الثدي، تغير مظهر الحلمة اللي هو الراس البزولة، ظهور عروق، تغير في حجم وشكل الثدي، ظهور كتلة أو لسيسة، ظهور تقرحات، ملاحظة إفرازات غير طبيعية من الحلمة. ظهور هذه التغيرات خصها تجعل السيدة تمشي تزور الطبيب في أقرب وقت. المرحلة الثانية هي تغير الوضعية، دير اليد على جنبها وتحاول تخرج الصدر ديالها وتشوف واش كاين هاد العلامات اللي هضرنا عليهم. والمرحلة الثالثة هي اللمس الثدي عن طريق استعمال 3 ديال الأصابع وتوضعهم على الثدي ديالها وتقوم بحركات دائرية من الداخل إلى الخارج باش تلمس الثدي ديالها كامل. وكذلك خصها تقلب حتى تحت الإبط وتشوف واش كاين شي تغيرات أو كاين شي ولسيسة حسات بها تحت الأصابع ديالها. دونك هذا من ناحية ديال الفحص الذاتي. اللي نركز عليه هو أن الفحص الذاتي غير كافي، لازم يتكمل بالفحص الطبي وخصوصا بالفحص الإشعاعي للثدي عن طريق ما يسمى بالماموغرافي. الميساج الأخير هو الفحص الذاتي والكشف المبكر عن سرطان الثدي كفيل بإنقاذ حياة.